وده البلاي ستيشن 1. البلاي ستيشن ده من اعظم الحاجات اللي انا لعبت عليها في حياتي كلها. كرتونة البلاي ستيشن 1. يا لهوي الواحد كبر وعجز. انا شبه مبسوط قوي وانا بحكي، بس الحوار جامد. فده جالي هديه من خالي. خالي لو شاف الحوار ده هيفشخ. ده اللي باقي. يقول لك من حبه قد كده جبل. بقت فيها سوسته كده بتطلع وتنزل وتطلع. الاسطوانات دي كنت زمان الاول تروح تجيب الواحده ب5 جنيه. بس كانت العاب يعني كانت شغاله. تعرفوا ان انا عندي بلاي ستيشن 1؟ والله العظيم عندي بلاي ستيشن 1. اوف. شفتوا البلاي ستيشن ده؟ البلاي ستيشن ده حرفيا اكبر مني بكام سنه. يعني هو حد اشتراه قبل مني بكام سنه قبل ما انا ما اتولد. ولسه اوف دي اسطوانه كراش اللي هي مش العربيات. اللي هي الكراش اللي كانت عامله شبه صاب واي دلوقتي كده او قريبه منها شويه. اللعبه دي كانت جامده قوي. اللعبه دي من اجمد الالعاب اللي لعبتها في حياتي. انا عندي شويه اسطوانات العاب. استنى هوريكم انا شويه العاب. عندي الكرتونه بتاعته، عندي كل حاجه. ده انا عندي الكرتونه، عندي الشاحن والسلك اللي بيوصل. كل حاجه حرفيا بتاعته لسه موجوده عندي، ما فيش حاجه منه باظت. احنا هنتكلم والله. استنى اجيب الكرتونه من تحت. انا لو وريت لكم الدنيا عندي هنا تحت عامله ازاي، وريت لكم الدنيا عندي هنا عامله ازاي، والله العظيم فوق. يلا بادئ الدنيا عشان تعالوا استنى. ده احنا بقينا اهل خلاص. كرتونة البلاي ستيشن هي علب الاسطوانات اللي انا يعني ماشي. كان في كتير بس اتكسر حرفيا. البلاي ستيشن 1 ده اول تقريبا جهاز انا جبته في جاري في حياتي، يعني قبل ما يجيلي كمبيوتر وقبل اي حاجه حرفيا. كان هو البلاي ستيشن 1 ده كان جايلي في مش عارف في اعدادي او كنت مخلص ابتدائي حاجه زي كده. كنت مخلص ابتدائي لسه تقريبا وداخل على اعدادي، والله ما انا فاكر. يعني كلامي يخش له في 10 سنين ولا حاجه. يا لهوي الواحد كبر وعجز. استنى. والله العظيم الحوار جامد بتاع البلاي ستيشن ده الصراحه. نطلع كل حاجه الاول. ما علينا. كرتون البلاي ستيشن 1 شكل الكرتونه من ورا. كان جاي اول ما شركه سوني فكرت انها تعمل بلاي ستيشن اصلا، وكان البلاي ستيشن 1 ده نزل. ده كان النسخه التانية اللي نزلت منه، لان النسخه الاولانيه كانت عريضه كده وكان فيها مشاكل ومش عارف ايه. فدي كانت يعني زي البلاي ستيشن 4 كده، في الفات وفي السليم والبرو. دي زي السليم كده. النسخه دي جامده فشخ. انا شبه مبسوط قوي وانا بحكي، بس الحوار جامد. البلايستيشن ده لما انا نجحت في ابتدائي سنه 6 وداخل، احنا عندنا التعليم ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه. فده انا جالي لما خلصت ابتدائي، ده اول 6 سنين تعليم في حياتك بعد الحضانه والكي جي 1 والحاجات دي. فده جالي هديه من خالي. هو كان عند خالي اصلا، ده كان جاي لخالي وهو صغير. خالي كان بيحب. مش عارف المفروض ينفع احكي الكلام ده ولا لا، بس مش كده. هو هيشوف الفيديو ده لان خالي ده يعتبر هو الوحيد اللي متابعني في الحوارات دي. البلاي ستيشن ده كان جاله عشان هو كان عايش حرفيا هنا في البلاي ستيشن. هنا احنا عندنا في مصر، عشان حد من بره مش فاهم الحوار ده، في بلاي ستيشنات كتير كده بيفتحوا. فده كان زمان هو اللي موجود. ده اللي كان موجود، او اقل كمان حاجات أقل، اللي هي النينتندو سويتش والحاجات دي. فده كان جاله. كان جدي جابه له عشان ما بيروحش وكده. فده اصلا وقت ما انا خدته كان لسه تقريبا بلاي ستيشن 2 ظاهر او 3. يعني من زمان ما كانش فيه لسه الفور ده، ما كانش لسه الشركه فكرت انها تعمل. كان الثري تقريبا نزل في اوله خالص، ما كانش نزل مصر لسه. بس انا اوريكم، اعمل لكم بتاع دي بعد ما نخلص. فلما نجحت هو جابهولي هديه. انا طبعا دمرته، انا بوظت كل حاجه فيه تقريبا. بس هو شغال، انا متاكد ان هو شغال. ما كانش التراب بوظه فهو شغال. فهو اداهولي هديه عشان كنت انا نجحت كنت جايب درجات كويسه بتاع. فهو كان عنده وكان عاينه، فقال لي هو عزيز عليه فشخ. هو عايزني ان انا اديهوله تاني، بس انا مش راضي الصراحه. كان زمان بقى ما كانش فيه الشاشات اللي هي الشاشات والحاجات دي اصلا ما بيشتغلش على الشاشه اتش دي او ديسبلاي او حاجات من دي، لان هو الوصلات اللي هي دي. انا لحد دلوقتي ما اعرفش دي واصله اسمها ايه. والله لحد دلوقتي ما اعرفش الوصله دي اسمها ايه دي، ولا هي اتش دي ولا هي ديسبلاي. انا ما اعرفش اسمها ايه، بيعملوها ازاي. ايوه. والله ما اعرف اسمها لحد دلوقتي. المهم ان هي موجوده برضه. فلما خدته منه بقى، كنت انا طبعا قاعد عليه ليل نهار بالوصله بتاع الباور. عملت فيها ايه؟ بقت فيها سوسته كده بتطلع وتنزل وتطلع. يعني ممكن تتعالج عادي يعني. وده البلاي ستيشن. فاخدته منه يعني هديه وبتاع، وعلب الصواني انتوا عارفينها اللي هي القديمه، ودي مش عارف ده بتاعي. فاعظم حاجه موجوده
نزلت للبلاي ستيشنات. وهي الاسطوانات. الاسطوانات دي كنت زمان الاول تروح تجيب الواحده ب5 جنيه. اه والله كانت كوبي. بس كانت العاب يعني كانت شغاله. يا لهوي انا بوظتهم استنى. ده كان في اليابانيه والمصريه. كان في لعبه فيها تخش كده في نص اللعب. مش عارف بيز دي ولا ايه اسمها، وينج 11 يعني. كانت تلاقي مدحت شلبي بيعلق مره واحده. استنى. بس الصناد اللي متبقيه منه كان حرفيا مع جبل الصناد كده. جبل. في الوينج 11 دي. و دي 2003. انا مش عايز انا هوريكم الوقت شكل الالعاب كان عامل عليه ازاي. ودي لعبه اسمها اسس، مش بيس، لا اسس. اللعبه دي. اللعبه دي من احسن الالعاب اللي لعبتها في حياتي حرفيا. اللي هي بتاعت باور رينجز. اللعبه دي جامده فشخ. دي هنوريها لكم. هنجيب لها فيديو دلوقتي. ودي تيكن 3. الناس اللي بتلعب تيكن وعارفه دي تيكن 3. عندي لسه. اكيد الصوت دي شغاله والله يعني لو ما باظتش من التراب. لان انا الصراحه قعدتهم في مكان بيوصلوا. كراش العربيات اللي موجوده دلوقتي على الفور. دي بقى دي كراش الاصليه بتاعت بي اس 1. واللعبه دي انا كنت مفكر الاول ده علم مصر، بس هو مش علم مصر. انا مش عارف ده علم ايه، بس هو علم. ال ال البتاع ده. اللعبه دي زي حرب كده قديمه هي، بس مش فاكرها. مش فاكرها قوي. واللعبه دي كانت بتلعب باتنين، كنت بلعبها انا ومحمد اخويا. باور رينجرز برضو كنت بلعبها باتنين. دي كانت بتلعب باتنين، كانت جامده قوي. بس ما كانش في نظام تقسيم الشاشه، هي شاشه واحده وانتوا الاتنين في مكان، لو واحد بعيد عن التاني ما تشوفوش بعض. والله. لو لو هو كان راعي بايد وانا رحت بايد ما كناش نشوف احنا فين هنا الاتنين. ودي لعبه باسكت بول، بس هي كانت جايه بايظه. اسمها شوت اوت 2003. كانت جايه بايظه والله. واللعبه العظيمه دي. اللعبه دي جامده. في اسطوانات لسه واعي. في اسطوانات واعي. في اسطوانات واعي. بس مش عارف اجيبها دلوقتي. بس انا مش عارف اجيبها دلوقتي. شوف انا بالزير ايه. فالمهم بقى. دي علب الاسطوانات كلها اتكسرت حرفيا، مفيش فيها حاجه سليمه. كله اتكسر. دغدغ. ال ودول الصورتين كوره. وكان في اليابانيه. وكان في لعبه اسمها وينج 11 مش عارف 2004 تقريبا. كانت جامده قوي برضو. بس انا مش هلاقي. لان في العاب اسطوانات كتير ضاعت مني. ضاعت بقى واللي اتكسر وبتاع. قديم برضو يا جدع، 10 سنين ولا 15 سنه كتير مش قليل رقم. رقم قوي كمان يعني رقم كبير فشخ. اللي باقي من الاسطوانات خالي لو شاف الحوار ده يفشخ. ده اللي باقي. يقول لك من حبه قد كده. جبل. كان حرفيا اداني الاسطوانات على مرتين من كترهم خدتهم على مرتين. ده الباور شغال. والزر بيفتح الاسطوانات شغال. دي جاي من من اعظم الحاجات اللي لعبت عليها في حياتي. والله العظيم البلايستيشن ده من اعظم الحاجات اللي انا لعبت عليها في حياتي كلها. جامد فشخ. فكنت مبسوط فشخ انا والله. اياميها. لما هو اداني البلايستيشن ده. فده كان اول حاجه انا جبتها في حياتي. بعد كده بقى جبت اول بي سي في حياتي كان من غير كارت شاشه خارجي. كان كورت ديو. و كان كورت ديو ورام 2 جيجا او 4 جيجا، والله ما انا فاكر، تقريبا 2 جيجا رام 2 جيجا. ايام بقى الكمبيوتر الاولاني انا واخد منه حرفيا. كنت واخد الكيبوردات والماوسات وكل حاجه، كنت والدراعات وكله. هو كان واخد بقى الحاجه الوحيده اللي ما رضاش يداني. انت مقلبه على كده. مقلبه حصل والله. الحاجه الوحيده اللي اداني اللي ما رضاش يداني على البلاي ستيشن ده هي الدراع بتاعه اللي هو الدراع ده. عايز اشرب بس ماشي. الدراع ده. الدراع ده جامد اوي. الدراع ده لسه شغال لحد دلوقتي عنده. ما رضاش يديهولي. وانا باصص له فيه. ومن مكاني هذا خاله لو انت شايفني. الدراع انا عايزه عشان بس اكمل بقيه النصابيه بتاعتي. الدراع ده كان من اجمد. حوار البلاي ستيشن ده كان جامد قوي. ما علينا. ده كان حوار البلاي ستيشن. ممكن بقى يوم تاني احكي لكم حوار تاني اجمد فشخ. استنى. بص ده. بص ده. البلاي ستيشن ده. والله يا جدعان. انتوا مش متخيلين انا دماغي دلوقتي عامله ازاي، عارف انت. والله ما انتوا متخيلين. ربنا يخليك يا رب والله يا ابني يا رب. عامة اخوالي كانوا يعني معايا من زمان ان هو. مش اخوالي فاهم. كنت انا زي اخوهم الصغير كده وسطهم. بس انا بقى اوريكم انا الالعاب اللي كانت على البلاي ستيشن 1. اوريكم لعبة كراش. واوريكم لعبة. اوريكم لعبة باور رينجرز عشان كانت جامدة برضه. نفتح يوتيوب. فا اوف ده احنا جبنا حلو ماشي استنى هنجيب باور رينجرز الاول. مع اني ما كنتش بحبهم. باور رينجرز دول ما كنتش بحبهم على ككرتون كان انا اتفرج عليهم. لا. كنت احب العب. يا لهوي. يا لهوي على الذكريات. والله لحد دلوقتي لسه فاكر. بيستر. تقدر تلعبها بشخصيه واتنين برضه زي ما انا قلت. الاحمر طبعا كله كان بيحب الشخصيه الحمراء والزرقاء، ما كانش حد ولا بياخد الخضراء ولا البنفسجي ولا الصفراء ولا البيضه. هو خد الخضراء.
يا لهوي يا جدعان، والله على كمية الذكريات اللي انا قاعد فيها دلوقتي. مفيش كواليتي اعلى من كده. مفيش كواليتي، ده اعلى كواليتي كانت موجودة. ايوه ايوه، الفينيشم قتلني. اه اه، الذكريات يا جدعان، السنة اللي بيقول لها كراش. كان في زمان انترو للالعاب وحاجات جامده قوي. حرفيا البلاي ستيشن 1 كان طفره، كان طفره في الالعاب بالنسبه لي. تخيل ان اسطوانه زي دي كانت ايامها مثلا، الاسطوانه الغاليه كانت بتبقى ب 20 30 جنيه بالكتير قوي، 15 20 جنيه كمان، مفيش 30. كانت قادره تصنع سعاده طفل. لا مش دي، هي دي الجزيره. كان في بوكس بقى لو لبست فيه كان يوم مفجرك. ودي روح هناك ايه، كده معاك روح زياده، بقى معاك 6 روح، عشان لما خايف اخد بان كوبي رايت والله بعد بعد الحوار ده لما نزلته يوتيوب. العاب كانت جامده.